السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سلمى طيري. الحلو في لندن انها بلد الحرية وبلد الانفتاح وبلد الافكار، يعني ما في مشكلة اي فكرة جديدة تطرح. انا امس تكلمت عن فيديو اسمه الحب من اول لقاء. تكلمت عن شخص شفته في لندن يسوق تاكسي. انتوا عارفين بلندن ما حد ياخذ رخصة تاكسي الا يكون دارس 4 سنين، لازم يكون شخص جامعي. قلت لكم سبحان الله، يعني الله حط ما بيني وبينه محبة، يعني سبحان الله حبيته، بس هو كان متخوف مني، ما قال لي هو شنو اصله بالضبط، مع ان اسمه اسم مسلم، يعني اسمه خورشد. اسمه خورشد، ما ادري شنو اسمه بعدين اخر شيء الخورشد او خورشد. فقلت له انت بالاصل مسلم او شيء، قلت له انت مسلم، قال لا لا لا. قلت طب قول لي اسمك الكامل. انا قلت يمكن اسمه خورشد والباقي الاسم مسيحي. المهم لما قال اسمه اخر شيء العائله خورشد، فقلت له انت بالاصل مسلم، قال لا لا لا. قلت تركي، قال لا لا لا. قال انا لا لي مسلم ولا اني عربي. المهم اخر شيء يوم وصلت انا طلبت منه يوديني على صديقتي. اخر شيء اعترف لي ان انا كنت اتكلم عربي. قلت له انت فاهم ايش قاعد اقول؟ هز راسه قال ايه، بس مو راضي يعلم هو شنو اصله. وطبعا امس سويت فيديو، طلبت من الامير ويليام ان يحقق لي امنيتي اني التقي مع خورشد مره ثانيه. انا في امنيتي شيء، بصراحه اتمنى هذه الرساله توصل لخورشد. اكيد انه ما حد راح يقدر يوصلها الا انسان يحبني. ودي اقول حق خورشد، انا متاكده انه مسلم لان خورشد اسم مسلم. هو ما شاء الله عيونه زرق، شعره اصفر ابيض، ما تعرفون اصله شنو، بس الاسم مسلم. ودي اقول له اتمنى بالحلال اني انجب منك ولد، هذه امنيتي، وانا مستعده اذا انجبت الولد وشفته قدام عيني اني امشي لك 100 دينار شهريا طول العمر، يعني 200 باوند يطلع عندكم. اتمنى اي شخص يقدر يوصل الرساله لخورشد، او انا يعني احس ان الامير ويليام يعزني، يعتبرني يعني بحسة اخت. اتمنى انك توصل الرساله هذه له، اني انا امنيتي انجب من خورشد ولد. اذا شفت قدامي الولد راح امشي له طول عمري 100 دينار كويتي. وهذا الشيء طبعا اول ما نعقد راح يوثق عند محامي بحيث انه ما اقدر اتراجع. هذا اللي انا حبيت اقوله، والحمد لله طالبه بالحلال، لاني انا المكرمه قالت لي راح تجيبين ولد والولد راح يكون نسخه من ابوه، او قالت بالاحرى يشبه ابوه. فخورشد انا يعني صراحه جدا جدا اعجبني وحبيته، فاذا بجيب ولد مثله يا بختي، يعني هذه امنيتي. فأنا قلت اللي عندي، وأرجع أقول لكم أتمنى منه ولد بالحلال، وإذا شفت الولد قدام عيني إني راح أمشي له 100 دينار شهريا لآخر العمر، بس يحقق لي أمنيتي. متأكدة إن الأمير ويليام هو الوحيد اللي راح يهتم، لأنه هو اللي ضميره عايش. السلام عليكم.